السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتابعين الكرام، مرحبا بكم في قناتنا. عبد المجيد تبون يفوز بالرئاسة الجزائرية. أعلنت سلطة مستقلة انتخابات في الجزائر الجمعة فوز الرئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون بانتخابات الرئاسات في جولتها الأولى التي جرت الخميس بعد حصول على 58% من الأصوات، وذلك وفق نتائج أوليات. وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة انتخابات محمد الشرفي إن عبد المجيد تبون حصل على أكبر عدد من الأصوات بنسبة تقدر ب 58.15% من الأصوات، وحصول تبون بلوغ من عمر 74 عاما على 4,945,116 أصوات في هذا الانتخابات. وجاء في المركز الثاني عبد القادر بن قارين بنسبة 17.38% من الأصوات معبر عنها. أما مرشح علي بن فالس فقد جاء ثالثا ولم يحصل سوى على 10.55%، أي أقل من آخر انتخابات داخلها ضد بوتفليقة في 2014 حصول على أكثر من 12% من الأصوات، وحصول مرشح الرابع عز الدين مهيوبي على 7.26% من الأصوات، بينما جاء عبد العزيز بالعيد أخيرا ب6.66% من الأصوات معبر عنها. وتعني هذا أرقام حسم نتيجة الانتخابات لصالح تبون دون حاجة إلى الدورة الثانية. وقال شرافي في مؤتمر صحفي إن عدد ناخبين مشاركين في تصويت بلوغ 24,474,161 مسجل، منهم 914,308 من جاليات في الخارج. وبلغت نسبة التصويت داخل الوطن 41.13%، أي ما يعادل 9,747,000 نخبات، فيما بلغت نسبة إجمالية للمشاركات 39.83%. وأضاف رئيس لجنة الانتخابات أن المواطنين عبروا عن رأيهم خلال انتخابات بكل حرية والديمقراطية، مشيرا إلى أن البلاد تدخل عهد جديد لتجديد الديمقراطية والشفافية لتحقيق إدارة الشعبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.